السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ناس كتير بتغفل عنه. لو أنت عاوز تنجح في تربية الحمام، نمرة واحد وفي المقام الأول لازم الحضان يكون قوي. يعني إيه لازم يكون الحضان قوي يا أبو هاجر؟ دلوقتي حضرتك فكرت تجيب أي نوع حمام غالي. قبل ما تفكر تجيب النوع الحمام الغالي لازم حضرتك يكون مجهز حضان كويس. وقلنا نمرة واحد وبلا منازع في التحضير من حيث مناعة الطير والقوة والحنية والتأكيل المميز هو الحمام الزاجل. طبعا الكلام هنا المقصود بيه الحمام الزاجل اللي هو احنا بنسميه زاجل شعبي. الزاجل الشعبي يا جماعة اللي هو الزاجل مش بتاع السباقات، يعني اللي هو مجهول الهوية او مجهول المصدر، لكن هو ليه برضه صفات احنا بنحتاجها منه. احنا عاوزين الصدر العريض وعاوزين الصحة الكويسة والشلق الواسع عشان تقدر تحصل على فرد حمام مميز جدا جدا في الزق والتحضير. فالناس اللي عاوزة تفرخ حمام زينة قوي او تفرخ حمام روماني او كينج او ايا كان النوع، يكون مثلا معدي ال1000 جنيه 2000 جنيه الكلام من ده، تمام. جهز حضانك الاول، وقلنا لكل جوز حمام نجهز له من 4 ل5 اجواز تحضين، او هتربي محبوس. بالنسبه لي الاتنين واحد، لكن نمره واحد هو ايه؟ الحمام الزاجل اللي هو الشعبي في التحضير. طبعا في زواجل تانية ما شاء الله لا قوه الا بالله في السباقات ملهاش حل، وطبعا احنا ما بنتكلمش على دي بتاعت سباقات وحمامه غاليه وحمامه بفلوس، حمامه دماغها شغاله. احنا عاوزين الزاجل اللي هو بيزق وبيحضن كويس، تمام. طيب واي يعني طب الزاجل ده هيزق انهي نوع يا ابو هاجر؟ اي حمامه عظمها طويل او عظمها شامي الزاجل يزقها لك 10 على 10. هتقول لي بقى نمس، هقول لك نمس وبخاره ومفتل وروماني وكينج واي انواع يكون عظمها عظم ما يقلش عن عظم الشامي. الزاجل في القواطع ليه تركيبه معينه، في زواجل بتزق قواطع على فكره، يعني انا اعرف ناس صحابنا بيربوا زواجل، تمام، عشان يزقوا بيها قواطع، تمام كده يا جماعه. فاحنا حبينا النهارده نقول لكم ان الزاجل ابو صدر عريض هو ملك التحضين، وطبعا حمامه مناعتها قويه وبتطلع لك زغاليل بصحه كويسه. وانت هتشوف ده بنفسك لما تيجي تحضن تحت الزواجل، هتشوف قوه الحمامه دي في التاكيل، لان هي شغلها الشاغل ان هي تبيض، تمام، وتزق. هو ده شغلها الشاغل، وربنا يوفق الجميع، تمام. وان شاء الله الفتره اللي جايه هنتكلم عن ايه؟ حمام التحضين اللي بيزق بقى القواطع، او بيزق الحمام اللي هو ايه الزينه بعظم مبرشم، تمام كده يا جماعه. ونقول لكم تعملوا التركيبه ازاي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل متابعه وتعمل لنا لايك وتثبت حضورك معانا في التعليقات.